بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. والسلام على رسول الله. الدرس السادس. انتقل الكتاب الآخر وهو كتاب عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وهو كتابه الثاني رحمه الله تعالى. وكنا ذكرنا فيما مضى، تحدثنا عن صفة النزول وذكرنا أدلة النزول، ورددنا على من أول صفة النزول، وذكرنا الآثار الواردة في ذلك عن السلف في صفة النزول، وتكلمنا أيضا عن مسألة هل يخلو العرش منه أو لا يخلو على 3 أقوال عند أهل العلم، إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بالنزول. ننتقل بعد ذلك إلى إثبات صفة اليدين. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن صفاته سبحانه الواردة في كتابه العزيز والثابتة عن رسوله المصطفى الأمين اليدان. قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. وقال عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي خلقت بيدي. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقى آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم: أنت موسى، كلمك الله تكليما، وخط لك التوراة بيده واصطفاك برسالته، فبكم وجدت في كتاب الله. وعصى آدم ربه فغوى. قال: ب40 سنة. قال: فتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني ب40 سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى. فلا نقول يد كيف، ولا نكيف، ولا نشبه، ولا نتأول اليدين على القدرتين كما يقول أهل التعطيل والتأويل، بل نؤمن بذلك ونثبت الصفة من غير تحديد ولا تشبيه. فلا نقول يد كيد، يد كيد، يعني يد مثل يد. فلا نقول يد كيد، ولا نكيف، ولا نشبه، ولا نتأول اليدين على القدرتين كما يقول أهل التعطيل والتأويل، بل نؤمن بذلك ونثبت الصفة من غير تحديد ولا تشبيه. ولا يصح حمل اليدين على القدرتين، فإن قدرة الله عز وجل واحدة، ولا على النعمتين، فإن نعم الله عز وجل لا تحصى، كما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكل ما قال الله عز وجل في كتابه وصح عن رسوله بنقل العدل عن العدل، مثل صفة المحبة والمشيئة والإرادة والضحك والفرح والعجب والبغض والسخط والكره والرضا وسائر ما صح عن الله ورسوله، وإن نبت عنها أسماء بعض الجاهلين واستوحشت منها نفوس المعطلين. نعم. هنا تكلم رحمه الله تعالى عن صفة اليدين لله عز وجل. وصفة اليدين من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى، دل على ثبوتها القرآن والسنة وإجماع العلماء وإجماع أهل السنة. دل على ثبوت اليدين كتاب الله والسنة والإجماع. وقوله هنا رحمه الله تعالى من صفاته الواردة في كتاب العزيز عن رسوله المصطفى الأمين، فيه تأكيد وإشارة إلى قضية مصدر التلقي عند أهل السنة لتوحيد الأسماء والصفات، أنهم لا يأخذون من الأسماء والصفات إلا ما دل عليه القرآن ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة ليست راجعة إلى العقل، وإنما راجعة إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة.
الكتاب والسنة دلتا على إثبات صفة اليدين، وصفة اليدين من الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى، من الصفات الذاتية لله عز وجل. ورد لفظ اليد واليدين في القرآن والسنة وكلام السلف في كثير من المواطن. يقول ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق، يقول: ورد لفظ اليد في القرآن، يقول: ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع، في أكثر من 100 موضع، ورودا متنوعا متصرفا أو متصرفا فيه، مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقية. العبارة مهمة لأنها ستأتي معنا في الرد على من أول صفة اليد. يقول رحمه الله: ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع، ورودا متنوعا متصرفا فيه، مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقية، بما يدل على أنها يد حقيقية. نرجع إلى أدلة إثبات صفة اليدين من القرآن والسنة. ذكر لنا أولا رحمه الله تعالى قوله: بل يداه مبسوطتان، وهذا فيه دلالة على أن الله عز وجل له يدين اثنتين نصا من القرآن: بل يداه مبسوطتان. وقال في آية أخرى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهذا أيضا فيه دليل على إثبات صفة اليدين لله عز وجل. ومن الآية الدالة على ذلك أيضا قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك، إلى غير ذلك من الآيات، وهو كثيرة كما نص ابن القيم. وأما في السنة فأيضا فأحاديث كثيرة، وذكر فيها حديث أبي هريرة. ومر معنا أنه إذا قال رحمه الله: وروى أبو هريرة، أو روى دون أن يخرج، يقصد ماذا؟ رواه البخاري ومسلم. وذكر حديث محاجة آدم وموسى. والشاهد من هذا الحديث على إثبات صفة اليدين قول موسى لآدم: أنت أبونا خلقك الله بيده. وأيضا قول آدم لموسى: وخط لك التوراة بيده. إذن الدليل الأول من هذا الحديث أنه خلق آدم بيده، والدليل الثاني من هذا الحديث أنه خط التوراة بيده. والأحاديث على هذا أيضا كثيرة. قال في المتحابين على أنهم على يمين الرحمن، قال: وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يدي ربي يمين. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار. أرأيتم، يعني تنفق في الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض، أي لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء، وفي يده الأخرى القبض يرفع ويخفض، في يده الأخرى القبض يرفع ويخفض. إذن هذه الأحاديث فيها الدلالة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام على إثبات صفة اليدين لله عز وجل. وحديث آدم وموسى فيه جملة من المسائل في الاعتقاد نذكرها في الأخير إن شاء الله. لكن الشاهد من هنا أن الدلالة على إثبات صفة اليدين في الحديث من قوله: خلق آدم
بيده، وقوله خط لك التوراة بيده. والأحاديث في هذا كثيرة أيضا، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، في جملة كثيرة من أحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أهل البدع لا شك أنهم يأتون إلى باب التأويل ويقولون يد معناها القدرة ومعناها النعمة. اليد هنا معناها القدرة ومعناها النعمة. والرد على هذا التأويل من جملة من الأوجه، رد على تأويلهم من جملة أوجه أو عدد من الأوجه، نرد على تأويلهم ليد بالقدرة والنعمة، كما رددنا على تأويلهم في صفة الوجه والنزول وغير ذلك. الوجه الأول في الرد عليهم أن هذا صرف للكلام عن حقيقته وظاهره، أنه صرف للكلام عن حقيقته وظاهره، صرف للكلام عن حقيقته وظاهره. ظاهر الكلام إثبات يد لله، فأخذ غير الظاهر يحتاج إلى قرائن تصرفه. فالأصل أننا نأخذ ماذا؟ ظاهر يد، ظاهرها اليد وهي معلومة المعنى. أما الكيف والتشبيه والتعطيل والتأويل هذا كلها من المحاذير مر معنا في باب الأسماء والصفات. الوجه الثاني أن اللغة تأبى وترفض هذا المعنى الذي ذكروه في هذا السياق، أن اللغة ترفض وتأبى المعنى الذي ذكروه في هذا السياق. فلو وضعنا في كل حديث وآية فيها ذكر اليد لله عز وجل لفظ النعمة والقدرة لما صحت هذه المعاني. فقال مثلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لا يصح كونها بنعمتي أو بقدرتي، بل يداه مبسوطتان، لا يصح أن نقول بل نعمتاه، لأن نعم الله عز وجل كثيرة، كما سيأتي أيضا التوضيح لقضية أن السياق أباه. الوجه الثالث أنه ورد إضافة اليد إلى التثنية، أنه ورد إضافة اليد إلى صيغة التثنية، ولم يرد هذا في القوة والقدرة والنعمة. ما ورد في القرآن إطلاق التثنية على النعمة وعلى القدرة وعلى القوة. وهذا الذي أشار إليه في قوله لا يصح حمل اليدين على القدرتين فإن قدرة الله واحدة، ولا على النعمتين فإن نعم الله لا تحصى. لم يأتي في القرآن ولا في السنة إطلاق لفظ التثنية على النعمة وعلى القوة. هل ورد في القرآن نعمتان لله عز وجل فقط، أم ورد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ قوة الله عز وجل قوة واحدة وقدرة واحدة، ليست قوتان، إنما هي قوة واحدة. لم يرد في القرآن أن وصف القوة بأنها قوتان أو القدرة بأنها قدرتان، بل يقال إن الله قدير على كل شيء قدير، ذو القوة المتين، ما قال ذو القوتين. فإذا هذا إطلاق صيغة التثنية على اليدين يدل على أنه لا يراد بهما إلا معنى اليد المتبادر إلى الذهن. الوجه الرابع على قولهم أو على تأويلهم لم يكن لآدم خصوصية، على تأويلهم لم يكن لآدم خصوصية ولا لموسى خصوصية في كتابة التوراة،
ولا صح أن يقال إن الله خلق إبليس بيده، ولا صح أن يقال إن الله خلق إبليس بيده. الآن لما ذكر موسى ما اختص به آدم قال له ماذا؟ خلقك الله بيده. لنضع تأويل هؤلاء المعطلة في هذا الحديث، نقول اليد هنا معناها القدرة، يعني أن موسى يقول لآدم الله خلقك بقدرته. طيب الله خلق بقدرته كل شيء، إذن ما الخاصية آدم على غيره؟ واضح؟ لو قلنا خلقك بنعمته، الله خلق بنعمته كل شيء، فما خاصية آدم؟ ولو قلنا أن اليد هنا معناها القدرة، خلقك، يقول موسى لآدم يا آدم خلقك الله بقدرته، نقول أيضا إبليس خلقه بقدرته. إذن استوى آدم وإبليس عند هؤلاء المعطلة. واضح؟ ولو قلنا أيضا إن آدم قال لموسى وكتب لك التوراة بيده، لو قالوا بقدرته إذن كل شيء مكتوب في هذه الدنيا الله عز وجل أذن به، والله عز وجل أقدر العباد به، وهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن ما خاصية موسى في كتابة التوراة بيده؟ إذن لا خاصية لموسى في ذلك. فإذن بهذا التأويل ساوى المعطلة آدم مع إبليس، ساوى المعطلة آدم مع إبليس. ولا كان لإبليس حجة أنه لما قيل له اسجد لآدم وأنه خلقه بيديه لقال إبليس لله سبحانه وتعالى وأنا أيضا خلقتني بيدك، لأنها معنى اليد ماذا؟ القدرة. لكن إبليس قال أنا خير منها، خلقتني من نار خلقته من طين، ما قال أنا أيضا خلقتني بقدرتك كما خلقت آدم بقدرته. إذن هؤلاء جعلوا لإبليس حجة على عدم تفضيل آدم عليه. واضح؟ الخامس وهو الذي أشار إليه ابن القيم، وهو اضطراد الصفة، وهذا مر معنا في أكثر من موطن في الصفات، كيف ترد على المعطلة. ماذا قال ابن القيم في آخر عبارة التي نقلناها؟ قال ورودا متنوعا تصرفا فيه مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقية. إذن إذا نظرنا إلى اليد وذكر الصفات لهذه اليد وتنوع ذكر القرآن والسنة لهذه اليد يمنع وجود ماذا؟ التأويل والمجاز، يعني يمنع تأويلنا لها بالقدرة وبالنعمة. فإن قالوا اليد تأتي في اللغة بمعنى النعمة والقدرة، نقول لهم نأتي بالصفات الأخرى اليد. ماذا تقول في صفة الهز؟ ماذا تقول في صفة القبض؟ ماذا تقول في صفة الأصابع؟ ماذا تقول في صفة الحديث إن السماوات على أصبع وإن الأرضين على أصبع؟ وغير ذلك من يطوي السماوات بيمينه، صفة الطي، وغير ذلك من صفات التي وردت في القرآن والسنة لليد. كل هذه يمنع. إن سلمنا لكم المجاز والتأويل في واحدة ماذا تقولون في الأخرى؟ وأيضا من الأدلة لما وصف اليهود يد الله بأنها ماذا؟ مغلولة، ماذا قال الله؟ رد عليهم فقال غلت أيديهم ولعنوا بل يداه مبسوطتان. إذن الله عز وجل هذا الوجه السادس أن الله أنكر على اليهود نسبة النقص إلى اليد، ولم ينكر عليهم إثبات اليد. أن الله أنكر على اليهود نسبة النقص إلى اليد، ولم ينكر عليهم إثبات اليد. يعني لو أن الله عز وجل ليس له يدين لرد الله على اليهود حين قالوا بل يداه مغلولتان، لقال الله بل ليس له يدين. لكن لما قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، إذا أنكر عليهم وصف اليد بأنها مغلولة بالنقص، فأثبت الكمال لليدين.
هذا فيه دلالة على إثبات صفة اليدين وقطع التأويل للمعطلة. الوجه السابع ونختم به أن يد القدرة والنعمة، يعني لما يقول لإنسان فلان له علي يد، هذا يأتي في اللغة. يعني أنت مثلا أسديت إلي جميل ومعروف، أقول الله فلان له علي يد، يعني له نعمة علي، هذا يأتي في اللغة. لكن ما انتبهوا إلى أن يد القدرة ويد النعمة لا يعرف استعمالها البتة في اللغة إلا لمن له يد حقيقية، إلا لمن له يد حقيقية. إذن لما أقول فلان له يد علي، هذه لا تقال إلا لمن له أصلا يد حقيقي، وإن كنت أعني أنا باليد هنا النعمة، لكن هذه العبارة في اللغة ما تطلق إلا على من له يد علي. يعني حتى لو قلنا إن معنى اليد هنا النعمة، نقول هذا فيه إثبات في اللغة أن كلمة النعمة بمعنى اليد لا تطلق إلا من له يد أصلا حقيقية. مثل لما قال الله عز وجل وصف المنافقين بأن في البخل، فقال يقبضون أيديهم أي يبخلون، فقبض اليد بمعنى البخل لا تطلق إلا على أصلا من له يد حقيقية، إلى غير ذلك من الأوجه الكثيرة في الرد على هذه الشبهة أو تأويل اليد بأنها النعمة أو القدرة. نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى، قال فلا نقول يد كيد. هنا نفى وجود ماذا؟ التشبيه، يعني لا نقول يد الله مثل أيدي المخلوقين أو نكيفها بكيفية معينة، لأن هذا ممنوع، ولا نكيف، لا نعلم الكيفية، هذا مر معنا تكرر، ولا نشبه ولا نتأول اليدين على القدرتين كما يقول أهل التعطيل والتأويل، لأن هذا مذهب أهل التعطيل والتأويل ليس مذهب أهل السنة. أما مذهب أهل السنة بل نؤمن بذلك ونثبت الصفة من غير تحديد، أي من غير تكييف، أقصد بالتحديد هنا التكييف ولا تشبيه. ثم بدأ يرد عليهم، وهذا أحد الردود التي ذكرناها، ولا يصح حمل اليدين على القدرتين. لماذا؟ لأن اليدين جاء وصفها بالتثنية مثل ما ذكرنا، وقدرة الله لا توصف بأنها اثنين وإنما واحدة، ونعم الله لا توصف بأنها نعمتين وإنما هي نعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نرجع إلى حديث آدم وموسى. من المسائل التي يذكرها أهل العلم في باب القضاء والقدر في حديث آدم وموسى أن آدم هنا احتج بقضاء الله وقدره، وأن هذا الأمر قدره الله عليه قبل أن يخلقه ب40 سنة، وهذا يعني أحد أنواع التقادير الخاصة ذكره آدم لعلمه به قبل أن يخلقه ب40 سنة، أي أنه مقدر عليه قبل أن يخلق. فهنا احتج آدم بالقدر ولا ما احتج؟ احتج بالقدر. فهل يجوز لنا الاحتجاج بالقدر أو لا يجوز؟ نقول الاحتجاج بالقدر على نوعين، يجوز في حالة ولا يجوز في حالة، أو يجوز في حالتين ولا يجوز في حالة. مواطن الجواز في الاحتجاج بالقضاء والقدر على فعل العبد إما أو يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر على المصائب، يعني توجيه احتجاج آدم بالقضاء والقدر. يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر في المصائب، هذه الحالة الأولى. مثلا إنسان صار أو كان عليه حادث سيارة من غير تفريط، جاءه واحد صدمه، فهنا يقول هذا قضاء الله وقدره، يحتج بقضاء الله وقدره لأنها مصيبة جاءت صاعقة، حرقت البيت، حرقت المزرعة، قال هذا قضاء الله وقدره. كان هنا احتجاجه صحيح أم باطل؟ صحيح.
وهنا التوجيه الأول لاحتجاج آدم نظر إلى أن الخروج من الجنة وفعله للمعصية مصيبة، فاحتج بها على أنها مصيبة. الوجه الثاني وهو الذي ذكر ابن القيم ورجحه أيضا، أنه من باب الاحتجاج بالقضاء والقدر على الذنوب بعد التوبة. يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر على الذنوب بعد التوبة، يعني لا يجوز الاحتجاج على الذنوب قبل التوبة، وإنما لا بد أن يكون بعد التوبة. فالإنسان إذا حصل منه ذنب وتاب منه وأناب إلى ربه وتركه وصدق في التوبة، لماذا فعل ذلك؟ لو قال ذاك أمر كتبه الله عليه وانتهى وتبت منه، هذا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر هنا، بشرط أن يكون أنه تاب. ومن هنا احتجاج آدم بالقضاء والقدر على ذنب حصل منه بعد أن تاب منه، شهد الله له بالتوبة. أما الباب الممنوع وهو الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعائب والذنوب، فلو سرق إنسان، لماذا سرقت؟ قال الله قدر علي أني أسرق، هذا ليس بحجة، مثل ما قال المشركون. هذا الاحتجاج هو احتجاج إبليس، احتجاج المشركين، قالوا لو شاء الله ما أشركنا، الله عاقبهم على شركهم. حجتهم هنا ليست حجة، لأنهم احتجوا بالقدر على المعائب وعلى الذنوب. وكما احتج إبليس حين قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، احتج بقضاء الله وقدره على غوايته، هذا ليس بحجة له وليس بعذر له. كما يقول الكثير من الناس الآن ليش ما تصلي؟ يقول إن كتب الله هدايتي سأهتدي، إن كتب الله صلي أصلي. لا، احنا هنا هذا من الاحتجاج بالقضاء والقدر على أمر لا يجوز، أو من ناحية التي لا تجوز، لأن هذا عيب وأنت تستطيع أن تصلح نفسك. هذا توجيه احتجاج آدم بالقضاء والقدر في هذا الحديث. قال بعد ذلك وكل ما قال الله عز وجل في كتابه وصح عن رسوله بنقل العدل عن العدل. هنا يشير إلى القاعدة التي ذكرناها، أن القول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى، وأن صفات الله عز وجل منها الذاتية ومنها الفعلية. كما أننا أثبتنا الذاتية وهي اليدين، كذلك نثبت جميع صفات الله الفعلية. ومن صفات الله الفعلية ذكر جملة من الصفات. وقوله هنا بنقل العدل عن العدل فيه أنه من شرط الأخذ بالأحاديث في باب الأسماء والصفات أن تكون أحاديث محتج بها، حديث صحيح، حديث حسن، فهنا الذي نأخذ به. أما حديث الضعيفة فلا نأخذ بها في إثبات الأسماء والصفات. ثم ذكر جملة من صفات الله عز وجل الفعلية، نأخذ دليلا واحدا على كل صفة من هذه الصفات. قال أولا مثل المحبة، نقول دليله اتبعوني يحببكم الله، يحبهم ويحبونه، إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين. قال والمشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الإرادة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الضحك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة أو فيدخلان الجنة، يعني أن رجل قتل شخصا فالمقتول قتل ظلما فدخل الجنة، والقاتل بعد ذلك تاب إلى الله وأناب فدخل الجنة، فيضحك الله إليهما. وجاء في حديث آخر ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره أو خيره على روايتين. وهذا حديث أبو رزين حين قال بعد ذلك لن نعدم خيرا من رب يضحك، لن نعدم خيرا من رب يضحك. قال والفرح لله أشد فرحا بتوبة عبد العبد من أحدكم أضاع راحلته في فلات، آخر الحديث. العجب
عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل. عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، يعني أن هناك أقوام يكرهون على الإسلام كرها، ثم بعد دخولهم في الإسلام يطمئنون ويثبتون على الإسلام، فهؤلاء كأنهم دخلوا الجنة بالسلاسل وكرها. قال بعد ذلك: والبغض دل عليه حديث جبريل: وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فقال إني أبغض فلانا، فيبغضه جبريل فينادي في السماء. قال: والسخط ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. قال: والكره ولكن كره الله انبعاثهم. والرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: وسائر ما صح عن رسول الله أو عن الله ورسوله، وإن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين. نبت أي وإن تجافت وابتعدت، إن ابتعدت ونفرت منها بعض أسماع الجاهلين. بعض من يجهل باب الأسماء والصفات ينفر عن بعض أحاديث الصفات لظنه أنه يشبه، وهذا ليس بمنطلق أهل السنة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ما فرق هؤلاء، يجدون عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. لما يسمعون بعض أحاديث الصفات يهلكون ويردونها ويتزعزعون، يقولون: كيف نثبت الله هذا الأمر وهو ثابت المخلوق؟ وهكذا. فالواجب على أهل السنة ماذا؟ التسليم لقضاء أو لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارة وإن نبت عنها أسماع واستوحشت منها هي نفس عبارة الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ذكر الصفات والقضاء والقدر في كتابه الصغير أصول السنة، ذكر هذه العبارة أيضا. قال: واستوحشت منها نفوس المعطلين. استوحشت منها نفوس المعطلين، أي أن نفوس المعطلين وإن كرهت هذا الأمر واستغربته استوحشته، فلا ينبغي لأهل السنة أن يستوحشوه، بل يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. كم بقى؟ اقرأ النفس سهل نأخذ بصنعه. قال رحمه الله: ومما نطق بها القرآن وصح بها النقل من الصفات النفس. قال الله عز وجل إخبارا عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وقال عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال عز وجل لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. نعم. هنا قبل كمال الباب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا النفس. قال: ومما نطق به القرآن وصح به النقل من الصفات النفس. فهنا أثبت المؤلف رحمه الله تعالى أن من صفات الله النفس، واستدل بهذه الآيات وهذه الأحاديث. أولا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين هنا خطأ عند بعض الأئمة وبعض الذين يتكلمون في صفات الله عز وجل في باب ذكرهم لصفة النفس. قال أن النفس المراد بها هي ذات الله. ما أقول ذات الله هي نفس الله. فقال هنا هذا المعنى لكلمة النفس، أي أنها ذات الله ونفس الله، وليس من باب أن النفس صفة زائدة على الذات، بل الذات هي النفس وليست صفة، وليست ذاتا مستقلة أيضا عن الصفات. إذن هنا خطأين. بعضهم قال إن النفس صفة لله عز وجل زائدة على الذات، مثل صفة الرحمة، الغضب، مثل صفة اليد، مثل صفة الوجه، كل هذه صفات الذات. لكن الصواب أن الذات هي النفس، مثل لما أقول من صفات ذات الله الرحمة، أيضا نقول من صفات نفس الله الرحمة، هذا معنى النفس.
لذلك عبارة ابن القيم رحمه الله تعالى نكتبها، يقول في مجموع الفتاوى في الجزء 9 صفحة 292، يقول رحمه الله وما ذكر الآيات التي فيها النفس، قال: فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس، فهذه المواضع المراد بها أو فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء المراد بها عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته، يعني نفس الله ذات الله نفسها معناها واحد، أي أن الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بالصفات. فكما أننا نقول ذات الله معناها نفس الله، الذات لها صفات، النفس لها صفات، هذا معنى كلمة النفس. فإذا كتب الله على نفسه الرحمة كتب على ذاته الرحمة، واصطنعتك لنفسي اصطنعتك لذاتي. قال يكمل العبارة: ليس المراد بها، إكمال كلام ابن تيمية، ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات، ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات، ولا المراد بها صفة للذات، ولا المراد بها صفة للذات. قال: وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، طائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات، وكلا القولين خطأ، وكلا القولين خطأ. وهذا ترجعون إليه في الجزء 9 من الفتاوى في صفحة 292، في صفحة 292 صفحة 292. إذن هناك من يخطئ فيقول إن النفس صفة زائدة على الذات، وهذا خطأ. ومنهم يقول إن النفس هي الذات التي ليس لها صفات، وهذا أيضا خطأ. وإنما كلامنا عن النفس هو كلامنا عن الذات، والذات لها صفات ولا ما لها صفات؟ لها صفات، كذلك النفس لها صفات، هذا معنى النفس. عبارة الإمام عبد الغني رحمه الله تعالى تشير إلى أن، أو نص على أن الإمام عبد الغني من الذين ذكروا النفس على أنها صفة من صفات الله. وممن ذكر أنها صفة من صفات الله أيضا الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في أول كتابه التوحيد، أول الصفات في كتابه التوحيد قال: باب صفة النفس. وهذا الذي يشير إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن الكلام في النفس هو الكلام عن ذات الله، عن الله سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. كتب ربكم على نفسه الرحمة، اصطنعتك لنفسي. نعم. قال رحمه الله: وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين. هذا فيه بيان أن على العبد أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، وكلما زاد حسن ظن العبد بالله كلما فتح الله عز وجل عليه من الخير ورزقه من البر والإحسان بقدر إحسان ظنه بربه. نعم. يقول الله عز وجل: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. قال: وأنا معه حين يذكرني. وهذه المعية معية خاصة، لأن معية على نوعين: معية عامة وتكون للناس جميعا وهي معية العلم، ومعية خاصة تكون للعباد ولأهل الإيمان. والمقصود بالمعية الخاصة أي تأييدهم له ونصرتهم له وإحسانهم له، أو إحسانه لهم، نصرة الله لهم وإحسانه لهم سبحانه وتعالى. هذا وأنا معه حين يذكرني. فإن ذكرني في نفسه
قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن اقترب إلي شيء. هنا هذه العبارة من فوائد الحديث: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. هنا الخلاف بين أهل العلم في المسألة المشهورة، خلاف بين أهل السنة، وهم من أفضل، البشر أم الملائكة؟ وهذا الحديث مما استدل به من قال بأن الملائكة أفضل من البشر، وابن تيمية رحمه الله تعالى كتب في ذلك يعني بحوث طويلة وغيره. والصواب يعني المسألة فيها 3 أقوال، منهم من قال إن البشر أفضل، ومنهم من قال إن الملائكة أفضل، ومنهم من قال وهو قول الصواب أن صالح البشر أفضل من الملائكة. ومنهم من قال أيضا ابن القيم وغيره أن في البداية الملائكة أفضل، وفي النهاية البشر أفضل، فهنا في كمال النهاية البشر أفضل، يعني بكمال نهاية أهل الإيمان والصلاح. نعم. قال الله عز وجل: وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا. هنا المقصود التقرب بالأعمال الصالحة والطاعات، كلما تقرب إليه شبرا أي بالطاعة والصالح. فالتقرب إن اقترب إلي شبرا أي تقرب الله، أي أنه يعني تقرب لله عز وجل بالطاعات. هنا اقترب الله إليه ذراعا بالإحسان والحسنات والثواب والجزاء. نعم. قال تعالى: وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. وروى أبو هريرة. نعم. هذا الحديث أيضا فيه خلاف بين أهل العلم أهل السنة في صفة الهرولة لله عز وجل. هل الهرولة من صفات الله سبحانه وتعالى أو ليست من صفات الله؟ كثير من أهل العلم ذكروا أن من صفات الله عز وجل الهرولة. وطبعا عندنا أو عند أهل السنة والجماعة أن باب الصفات نثبته كما جاء على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، لا كما ننزه عن فعل البشر وعن مشابهة البشر. فإذا نثبت هرولة تليق بجلال الله وكماله كما نص عليه هذا الحديث. وهذا أيضا قول من المتأخرين، اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز وغيرهم عدوه من صفات الله عز وجل الهرولة. ومن أهل العلم من ذكر أن السياق هنا يأبى أنها من الصفات. سياق الحديث يدل على أن هذه أو معنى الهرولة أنها ليست من الصفات، لأن ظاهر الحديث أن العبد يتقرب إلى الله شبرا. كيف يتقرب إليه شبرا؟ بالعمل الصالح. فقد يتقرب الله إلى العبد شبرا وهو جالس من غير أن يتحرك، تقرب إلى الله بالذكر والطاعة والقراءة، وكذلك تقرب إليه باعا، وكذلك يأتيه يمشي. المشي هنا ليس المقصود فقط المشي للعبادة، وإنما يدخل فيه المشي في الطاعات أي في الأعمال الصالحة، كلما زاد في الخير والطاعة. فهنا معناه ظاهر الحديث، أو قالوا أن سياق الحديث يدل على أن المشي والاقتراب هنا واقتراب بالحسنات، فكان يقابله الهرولة والاقتراب بماذا؟ بالثواب والإحسان. وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، ومنهم شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى أنها ليست من أحاديث الصفات. وأيضا ذكر هذا أظن الفوزان والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر في القواعد المثلى أن هذا من الصفات. قال وبعض أهل العلم يقول أن هذا ليس من باب الصفات، وإنما هو من باب أن سياق الحديث يدل على أنه ليس من الصفات على ما ذكرنا. قال وحتى من قال بهذا القول هذا ليس تأويل، لأنه وإنما أخذ بماذا؟ بسياق الحديث وأخذ بلفظ أو ظاهر لفظ الحديث. وقال أيضا مع ترجيحه لأنها صفة، قال أن هذا القول أيضا له قوة وحظ من النظر،
له قوة وحظ من النظر. ويذكر في بعض أشرطته رحمه الله تعالى أن أهل العلم مختلفون في هذا، منهم من يعدها من الصفات ومنهم من لا يعدها من الصفات. وعلى هذا يظهر يعني من تشدد في هذه المسألة وبدع من لم يقل بأنها من الصفات، وأن هذا خطأ. وإنما يعني أهل السنة منهم من ذهب إلى أنها من الصفات، وهذا الأكثر، ومنهم من لم يذهب أنها من صفات الله عز وجل، أخذا بظاهر الحديث، أخذا بسياق الحديث وظاهر الحديث، على أنه ليس بتأويل، على أنه ليس بتأويل. نعم. قال رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب كتبه على نفسه، فهو موضوع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. نعم، هذا الحديث لما خلق الله الخلق، طبعا الشاهد من الحديث فكتبه على نفسه، مر معنا قريب من هذا الحديث. وفيه من الفوائد يعني إثبات القدر والكتابة لله عز وجل، وهذا من مراتب القدر. وفيه من الفوائد دليل على تفاضل صفات الله عز وجل بعضها على بعض كما مر معنا، هذا ذكرناه واستدلنا عليه بقوله: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وأن القرآن يتفاوت وهو كله كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والله أعلم، وجزاكم الله خيرا. والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث